الفرخة كانت اتجننت من كتر الفيتامينات اللي أكلتها، وفي اللحظة اللي بعدها على طول باضت بيضة بط ضخمة، ده خلى بط كتير يتجمعوا حواليها ويتفرجوا. وفي اللحظة دي فرخ بط صغير قوي كسر القشرة وخرج منها، كان 3 مرات أكبر من أمه، وده خلى أم البط تبقى فرحانة جدا. بينما باقي البط كانوا لسه بيحاولوا يزيدوا في الوزن. البطة الصفرا كانت وصلت 500 رطل، ولما جه وقت الأكل كان بيجري دايما قدام ويسحب أمه ناحية الكافيتيريا ويخلص على كل الأكل اللي معمول لباقي البط. وبعد شوية اتشد ناحية حمام السباحة، شكله طلع على لوح الغطس وفجأة طار ل1000 متر في السماء. أول ما حس إن في حاجة غلط وقع بقوة في المية. الجيران اشتكوا كلهم من تصرفات البط الصفرا الصعب، وأم البط كانت مكسورة الخاطر، ما كانش قدامها حل غير إنها تسيب القرية وتمشي مع ابنها. وفجأة جرس الإنذار ضرب، ثعالب القرية هجمت. الثعلب ضرب فرخ البط الصغير جامد، لكن البط افتكر إن الثعلب بيلعب معاه، مسك رقبة الثعلب ورفعه لفوق لحد ما بقاش قادر يتنفس ووشه بدأ يسود. في اللحظة الحرجة الثعلب قدر يفلت بالعافية، قرر يستخدم مكره فخدع البط الصغير وقال له يلعبوا لعبة سوا. البط الصفرا اتسحب لحد طرف الجرف والثعلب فعل الزر والبط وقع من فوق الجرف، لكن الثعلب هو اللي اتضرب في الفخ. البط الصفرا وهو تايه ومش فاهم حاجة كان ماشي بعيد في الوقت اللي الثعلب اتحول لترمس من كتر ما شرب ميه. راح استخبى في شجرة ووجه المسدس على راس البط الصفرا. البط شافه وقال لنفسه ان الثعلب اكيد بيلعب لعبة جديدة، وفي اللحظة اللي بعدها المسدس انفجر. الثعلب بعد كده رمى سندان من فوق، لكن البط ما اتخبطش، بالعكس دماغه فاقت فجأة، فهم ان الثعلب كان بيخدعه من الاول. راح مديله علقة جامدة